الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهارده رابع يوم رمضان، ونعمل مع بعض حاجة حلوة وهي من اختراعي، وهي عبارة عن بسبوسة بالكنافة محشية بالقشطة. هنزل لكم المكونات بتاعنا على الشاشة طبعا. ودلوقتي هنبدأ ان احنا نشوف حاجتنا، مستخيرين الله متوكلين عليه. نبدأ بسم الله نشوف حاجتنا. الرحمن الرحيم. بسم الله. كوبايتين سميد معاكي يا امت، تمام، ومعاكي نص كوبايه جوز الهند، وعندك سكر اهوت، والبيكنج باودر بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندك اهوت الفانيليا. هنقلبه بالمعلقه يا جماعه اهوت الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. مع بعض كده زي ما انتم شايفين كده، قلبناها مع بعض. المكونات بتاعنا كلها مع بعض اهوت. هننزل بقى بالسمنه بتاعنا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما انتم شايفين حطينا كوبايه سمنه على زيت، وهنقلبهم مع بعض كده زي ما انتم شايفين يا جماعه معايا. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما انتم شايفين القوام بتاعها اهي يا جماعه اهي. شايفين عامله ازاي؟ ماشي. هناخد بقى هنعمل بيضتين، وهنكسر البيضتين اهمت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهناخد معلقتين زبادي اهي، علبة زبادي يعني معاكم، تمام. وهناخد معانا معلقتين قشطة، وعندكم معاكم اللبن اهوت زي ما انتم شايفين. وهنقلبهم اهوت مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وده شكل الخليط بتاعنا اهوت بعد ما عملناه زي ما انتم شايفين. هنبتدي بقى نحطه في الصينيه بتاعتنا اهوت. دهناها اهوت زي ما انتم شايفين زبده. خدوا بالكم معايا يا جماعه، هناخد معانا نص الخليط بس، مش هناخد. ونزلنا اهو يا حبايبي بنص الخليط، وهننزل بيه في الفرن. وشايفين الباقي اللي باقيين عشان ده اللي حط على الوش. ماشي زي ما انتم شايفين كده. ودوت هنحطه دلوقتي في الرف اللي في النص. وعندكم اهوت الكنافه بعد ما حمرناها زي ما انتم شايفين كده، وطبعا حطيناها في الفريزر وكسرناها عشان تبقى بالشكل اللي انتم شايفينه دوت اهوت. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي عشان نعمل الكريمه بتاعتنا اللي هنحشي بيها البسبوسه بالكنافه، تمام. معاكم كوبايتين لبن اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بسم الله. وهناخد معانا 4 معالق نشا، وهنحطهم مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهناخد معانا كريم شانتيه اهو. بسم الله. وهناخد معانا اللبن البودره، تمام. وهناخد معانا القشطه، معلقتين قشطه همت، تمام. وهنبتدي ان احنا نقلبهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبت معانا كده زي ما انتم شايفين الخليط بتاعنا ده كله مع بعضه اهو. هنحطه بقى على النار على عين هاديه يا جماعه. الكريمه اهي يا حبايبي طلعت من على النار. هنحط عليها السميد بتاعنا اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنقلبه سميد البسبوسه، تمام كده. وهناخد معانا اللبن المكثف، وهننزل بيه كده اهو. وهضيف معلقه جبنه كريمه اهي يا جماعه، تمام اهي. وهنقلبها ديت. هنحط ايه معانا ماء زي نص معلقه ماء زهر اهي، تمام كده.
وزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي البسبوسه طلعت من الفرن اهيت، الحروف بتاعها بس اللي متحمره والقلب بتاعها زي ما انتم شايفينه كده اللون الذهبي الجميل بتاعنا. هننزل بقى معاها، هننزل ايه بشويه من الكريمه عليها. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا بطبقه الكريمه زي ما انتم شايفين. تمام، هننزل بقى بطبقه كنافه كمان اهيت. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. ونزلنا يا حبايب قلبي اهوت بطبقه الكنافه بتاعتنا. تمام، هنرش معاها بقى اهوت زبيب. تمام، وهننزل مع بعض برضو بايه، بجوز الهند. وبعدين هننزل بالطبقه بتاعتنا تاني اللي هي الكريمه، هننزل بقى عليها كده. وزي ما انتم شايفين كده حطينا الكريمه عليها اهي. هنحطها بقى في التلاجة تبرد تسقع شويه، وبعد قبل ما ننزل بطبقه الايه البسبوسه بتاعنا الاخيره. وبعد ما طلعناها يا حبيب قلبي من التلاجة ماشي، وده الشكل بتاعها اهوت. هننزل بالخليط بقى بتاع البسبوسه على الوش بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد يا حبايب قلبي ما خلصنا اهوت وحطينا الخليط بتاعنا الاخير ماشي، هندخلها بقى الفرن ونشوفها بعد ما تطلع من الفرن. واول ما نطلعها من الفرن لازم تكون هي سخنه والشربات كمان سخن يا حبايب قلبي، الاتنين يبقوا سخنين. مش في حاجات تانية بنقول ده بارد وده سخن وده سخن وده بارد، لا الاتنين المره دي هيبقوا سخنين. تمام، اللهم صل على النبي. شايفين يا حبايب قلبي الجمال، شايفين منظرها الجميل الدهبي الجميل ده. طبعا بقى هناخد اهوت الشربات بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحطه ايه على كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو كتير، مش هناخده كله عشان كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. سخنه. وهي يا حبايب قلبي بعد ما عملناها البسبوسه بالكنافه المحشيه كريمه اهيت، حطيناها طبعا في التلاجة عشان تمسك نفسها برضو الكريمه، وده شكلها هو اهيت يا جماعه. جميله 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 جميله. وشوفوا من الكنافه تحت باينه اهي. الكنافه اهي، ارفعها لكم اهي. شوفوا الكنافه، طبقه الكنافه اهي، وطبقه الكريمه والبسبوسه فوق. شايفين الجمال اهي. والصينيه بعد ما خلصت، وشوفوا هنا برضو متقطعه كده قطع اهيت ومحطوطه عليها مكسرات. بما اني انا اللي عاملاها النهارده ان شاء الله، طبعا بقى لازم انا اللي ادوقه واقول له يقول رايه. الصراحه يا جماعه فكرتها جميله جدا وغريبه. انت بتاكلي حاجه كده زي الميكس كده، ما تعرفيش اذا كانت كنافه ولا بسبوسه ولا مهلبيه. يعني هي الصراحه طعمها جميل جدا جدا جدا. يا ريت تجربوها يا جماعه وتقولوا رايكم. وديكم شايفين اهو الشكل العام بتاعها اهي اهيت يا جماعه. وطبعا بنقول لكم كل سنه وانتم طيبين. واكيد هتشوفوا طريقه عمايلها على قناتنا في مطبخ جوري وهنا على اليوتيوب، والمقادير وكل حاجه. وكل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش بقى يا حبايب قلبي الاشتراك واللايك، وطبعا التعليقات بتاعتكم الجميله ليا، والمشاهدات الحلوه اللي بتجيلي ما شاء الله ما تحرمش منكم ابدا. وكل سنه وانتم طيبين، ودايما دايما دايما اشوفكم على الف خير.